السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ريت في البداية كده يا سادة، يا ريت اللي مش مشترك معانا في القناة يتكرم علينا باشتراك في القناة ولايك على الفيديو. اقسم بالله مفخرة، مفخرة بجد. تفتخر ان انت يكفي ان انت تكون مشجع اهلاوي. نعمة بجد ان انت تكون اهلاوي، سواء لاعب اهلاوي، عضو في مجلس الادارة اهلاوي، مشجع اهلاوي. حاجة بجد تدعو للفخر. واتفاقية جديدة بين النادي الأهلي والعرجاني جروب. بصراحة العرجاني جروب ده اللي عمله النادي الأهلي راعي كراعي خامس، واتفاقية شراكة بين النادي الأهلي والعرجاني جروب. وفي البداية بيقول بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية بداية الاتفاقية قال لك 1000 مشجع هيسافروا لمؤازرة الفريق ومساندته في المغرب في كأس العالم للأندية. الله، فعلا نعمة انك تكون اهلاوي، مفخرة بكل المقاييس. وبجد الكابتن محمود الخطيب في كلمته في الافتتاحية وفي الحفلة، العرجان جروب والاتفاقية على الشراكة، على فكرة دي مش شراكة بس في الرعاية، لا، دي في الانتاج الاعلامي للنادي الاهلي وفي شركة الكورة وفي كل حاجة ما شاء الله. وتيشيرت النادي الاهلي اللي اتطبع عليه مجموعة العرجاني جروب اللي هتنور في كأس العالم على تيشيرت النادي الاهلي، حاجة تدعو الى الفخر. ما شاء الله على النادي الاهلي. وادي النادي الاهلي وادي حلاوة النادي الاهلي. بيقول لك الاهلي لو كمل ال 12 يوم هيعدي ال 150 مليون رعايه، بس في 12 يوم 150 مليون جنيه رعايه. ده قيمه وقامه النادي الاهلي، والكبير دايما كبير ما شاء الله. ولسه كمان وكمان في رعاة تاني جايين، والسادس والسابع وان شاء الله. وده على فكره العرجاني جروب ده اول راعي محلي بنسبه 100%. 100% محلي، 100% مصري، 100%. ما شاء الله على النادي الاهلي. النادي الاهلي اللي فيه ناس بطلع، شفت الكابتن محمود الخطيب اللي فيه واحد طالع بيسف عليه سف وبيهاجمه، بيهاجم النادي الاهلي وبيهاجم الخطيب، ومش مبطل مش مبطل يعني. تخيلوا بعد النادي الاهلي ما طلب منظمة الصحة لمكافحة المنشطات، تمام، وقال لك تعالوا اعملوا للفرقتين، رد عليهم وقالوا لهم لا، ومباراة القمة مستبعدة ومش مستبعدة والكلام دوت، مفيش مشاكل. لكن احنا او النادي الاهلي، في حد من النادي الاهلي طلع قال لك فتوح بيشرب حشيش، عبد الله جمعة بيشرب حشيش؟ ولا انت اللي قلت؟ ومين ده؟ رئيس الزمالك بنفسه، رئيس النادي هو اللي قال. طالع النهارده بتصريح غريب وعجيب، مفاجأة والله مفاجأة. بيقول لك انا هقاضي اي حد اتهم عبد الله جمعة واحمد ابو الفتوح ان هو قال عليهم ان هم بيشربوا حشيش. هي العقول دي سبحان الله، العقل ده راح فين؟ هي الناس اللي بتسمع وبتشوف ما بتستوعبش. دي فضيحة جديدة وفضيحة كبيرة وجديدة كمان اللي نشرها محمد سعيد. الفيديو وتحقيق او الحكام. الفيديو اللي نشره محمد سعيد وقال لك الحكام وتأثيرها وتقسيمها في مباريات نادي الزمالك. دي فضيحة بكل المقاييس، فضيحة كبيرة وجامدة جدا جدا من اتحاد الكرة. ويعني معرفش انا، وكل ده بيحصل من ورا ظهر كلاتنبرج. ورئيس الزمالك ما لقاش حاجة يعملها بقى، ما لقاش حاجة يعملها عشان يعني ايه، نخش بقى في كل حاجة ونتكلم في الجد بقى شوية. ما لقاش حاجة يقولها، ما لقاش حاجة يعملها، فقال لك خد المفاجأة. اقسم بالله مفاجأة، مفاجأة. قال لك سبب تراجع مستوى محمد صلاح، الخطيب وسيد عبد الحفيظ عاملين له السحر. الله، ايه العقول دي؟ ايه الناس دي؟ ايه الناس اللي بتسمع؟ والمشكلة ان في ناس كتيرة قوي هزازين الرؤوس وبيسمعوا وبيصدقوا وبيقولوا اه امين امين امين.
بقى الخطيب هيسيب اللي كل يوم بيعمل حفلة راعي جديد، الراعي الرابع وبعدها الراعي الخامس، وحفلة استقبال بوفد من الفيفا، وهيسيب مباراة سموحة في نصف النهائي، وهيسيب مباراة القمة اللي جاية، وهيسيب مباراة فوز بيراميدز الأهلي على بيراميدز، وهيسيب كل حاجة. والخطيب هيروح يعمل عمل لمحمد صلاح علشان ينزل مستواه هو سيد عبد الحفيظ. يا سلام، والله بجد احترنا وعاوزين نعرف بجد ايه اللي بيحصل ده، وايه الكلام ده، ومين بيصدق العقول. تخيلوا يا جدعان، الخطيب هيسيب كل ده، كل يوم بيعمل عقد جديد من الرعاية وهيسيبه وهيروح يعمل عمل لمحمد صلاح عشان يرجع مستواه، عشان مستواه ينزل، عشان الناس فخر العرب اللي الناس كلها بتتباهى بيه وتقول لك محمد صلاح، مو صلاح فخر العرب. كان خطيب هيعمل له عمل. وفي الختام ما تنسوش الاشتراك في القناة ولايك على الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.